تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى. السلام عليكم، واش راكم؟ جيسبر كو فوز الي بيان ومرحبا بكم في فيديو جديد. الوغ لا غوسيت اليوم تحليه بذوق الليمون تجي بزاف بنينه وبالخف توجد. قلت مادام رانا في وقت القارص اللي ما لا نستغلوه في التحليه. خياتي ما نطولش عليكم، اذا كنتوا انتريسي مع هذا الفيديو تابعوا معايا الاخير وشوفوا طريقه التحضير. نبداو على بركه الله. بسم الله. اول حاجه نبداو بها هي نرحوا الكاطو، اي كاطو متوفر عندكم. انا استخدمت نوعيه نتاع بيمو كيما راكم تشوفوا، رايحه نرحيه في لاشواغ. وبالنسبه اللي ما عندهاش ريحه عادي جدا دير كاطو في ساشي، سواء تفتيه بيدك سواء تفوتي عليه حلال، المهم نسحقوه مرحي في الرقيق. وهنا زدت له زبده ذايبه حوالي نص كاس. انتي زيدي الزبده حتى لوين تتلام في يدك وتطلق معاك، شغل يكون هذاك الكاطو مرمل. ونديروه كطبقه رقيقه في ليفيغين كيما راكم تشوفوا. راني نضغط عليه بالمغرف ونسويه كامل باش تكون الطبقه مستويه نوعا ما. بعد ما كمل الطبقة الأولى من الكاطو ندخله في الفريجيدار يبرد، ونمر للمرحلة الثانية اللي هي كريمة ليمون ولا القارص. نسحقوا 3 مغارف نشا ومغرف صغيرة لافاني بودر ولا ليكيد و2 صفار بيض و4 مغارف سكر عادي، وطبعا نص لتر حليب ونص كاس عصير ليمون كنت عصرت قارص يعني نص كاس. مي ما نديروش في البدايه باسكو اوتوماتيكمون راح يرب لنا هذاك الحليب، نخلو اخر مرحله. ليسونسيال خياتي كيما راكم تشوفوا، في نص لتر تاع حليب نضيفوا 3 مغارف نشا ومغرف صغيره لافاني وربع مغارف سكر كريستاليزي و2 صفار بيض، ونخلطوا كامل بالفوي بارد في بارد حتى لوين يتجانسوا كامل هذوك المكونات مع بعضاهم، ونحطوهم فوق النار تكون متوسطه، ونخلطوا بالفوي حتى يختار معنا الخليط ونحوه من فوق النار. كيما قلت لكم خياتي، تحطوا الخليط فوق النار، تبقاو تخلطوا بتنحوش كامل يدكم باسكو كيما على بالكم الشريحه تتكتل لكم في الخليط. هذه هي. هنا كان نختار معايا الخليط نضيف له نص كاس عصير ليمون، بيان سور كي تعصروه صفوه ما ديروش ديريكتومون. وهنا ضفت باتاغون تاع الليمون على جال لا كولور. تقدروا ديروا ملون اصفر كيما تقدروا تستغناو عليه. هي من احسن ديروا ملون اصفر، راح يمد كولير بزاف هايله. باسكو راح يكون في الثمن تاعنا ويبان ديسير نتاع القارص. الوغ هنايا نفرغوا الكريمه نتاعنا في اون ريسيبيون ونخلوها تفتله خاطر راهي سخونه. من بعد نغطوها ببابي فيلم يكون اون كونتاكت مع الكريمه نتاعنا باش ما تربيناش هذيك القشره اللي تجي من الفوق. وندخلوه في الفريجيدار تبرد مليح، ونروحوا المرحله الثالثه اللي هي لامورينغ. لامورينغ هنايا قاد ديكور من الفوق، اللي ما يحبش البيض يدير في بلاصتو كريم شونتيي ولا اي كريمه يحبها. ليسونسيال درت 2 بياض بيض كنت نحيتهم 2 صفار اللي درتهم في الكريمه، وضفت رشه ملح ومغرف صغيره لافاني، وطلعتهم بالباتور مع 2 مغارف سكر عادي. طلعوهم مليح حتى لوين تحكم روحها مليح. الغلطه نتاعي سيكو درت كي طلعت لامورينغ درتها في الفريجيدار، هبطت لي شويه ودارت لي الماء من فوق. راني نقول لكم هنايا باش ما ديروش الغلطه تاعي كي طلعوا لامورينغ، خلوها عادي فوق البوطاجي حتى وين تستخدموها. دونك هنا جبت لي فيرين من فريجيدار وجبت بوشادوي درت فيها سوبر كريم نتاع القارص باش يكسر اللون هكذا ويجي مليح. كيما راكم تشوفون نركز على الاطراف باش كي نديروا الكريمه من بعد يبانوا طبقات. من بعد نديروا حاجه خفيفه من فوق باش كي تكونوا تاكلوا فيها تحسوا بالقروصيه هذيك نتاع القارص. وهنا يا خياتي كانت بردت معانا الكريمه، شوفوا كيفاش حكمه روحها اون ديري فلان. يعني لازم هنايا نضربوها بالباتور باسكو حنا نسحقوا قوامها يكون كريمي. بعد ما ضربناها بالباتور نديروها في لابوش ونديروها كطبقه ثالثه. لازم نديروا الكريمه نتاعكم في لابوش باش تجيكم هكذا خدمتكم نقيه. دوك انا نكمل ندير الكريمه في كامل ليفيرين. صدقوني خياتي هذه الوصفه بزاف هايله ومنعشه وتوالم ديروها لضيافكم ولا تعتمدوها لزهراتكم. كيما شفتوا بنص لتر حليب فقط و2 بيض قطعت لي 5 نتاع ليفيرين. كيما شفتوا بالخف وجدناها وماهيش مكلفه وما تشدش ليد. توجر انا نحاول نمد لكم الوصفات اللي سهله وما تكلفش وما تشدكمش هكذا باش كامل جربوها، باسكو دي فوا كي نشوفوا كاش غوسات هكذا فيها تخلط وفيها مراحل نعجزوا باش نديروهم. انا واحده من الناس نحب حاجه اللي رابيدمون توجد، وثاني ما نحبش الوصفات اللي فيهم بزاف لي زانغريديون. كيما على بالكم كلش راه غالي وما نقولوا غير ربي يجيب الخير وخلاص. خياتي كيما راكم تشوفوا نسوي الكريمه من فوق هكذا باش تكون طبقه مستويه.
وكنت درت هذيك لامورينغ في لابوشادوي ونديروها من فوق بوغ لا ديكوراسيون. كما قلت لكم سابقا تقدروا تستغنوا عليها كامل وتستبدلوها باي كريمه تحبوها. وكانت باقيت لي شويه سوبر كريم درتها في لابوش ودرت بهم خطوط كتزيين طبعا. وكنت قطعت القارص ودرت من فوق معاها ورق النعناع. فوالا خياتي، كانت هذه وصفتنا لنهار اليوم. جيسبر كو نالت اعجابكم ودرك عليا غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، وفي فيديو جديد ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. في الأمان. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر. لما تصير برا قل يا ربي يا الله، يمتلئ قلبك سكر وهاب لما تصبر. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر.